السيدة عائشة لما اتهمها عبد الله بن أبي سلول في حادثة الإفك، هو عارف إن الستين عائشة بريئة من كل ده، بس الحقد والغل اللي جواه هو اللي خلاه عمل كده. زي ما بنشوف دلوقتي في ناس بيكونوا فريسة لكلام الناس ونهش أعراضهم، والناس اللي بتتكلم دي عارفة تماما إنك بعيد كل البعد عن السب اللي حصل لك أو التهمة اللي حصلت لك دي. أنت عارف الناس دي بتعمل كده ليه؟ علشان عارفين إن محدش هيرد غيبتك، وإن أغلب الناس شايف الظلم قدام منه يقول لك وأنا مالي، شايف ده مظلوم وينصر الظالم عن المظلوم علشان يبعد الناس عن الحقيقة ويسيب الناس تشكك فيك. المشكلة إن الشخص اللي المفروض يدافع عنك هو الشخص اللي المفروض بيجيب حقوق الناس ويدافع عنها، لكن بيحط عليك أكتر عشان جت عنده ويقول لك اتقوا شر الشبهات. طب ليه؟